السلام عليكم. اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. كلمتين كده في السريع، يمكن بره السياق بس شيء اسعدني فحبيت ان انا اشارككم فيه. عقد الشراكه اللي حصل بين نادي انبي ونادي الشرقيه ده شيء اسعدني جدا واسعد ملايين الشرقاويه، علشان مش مجرد شراكه بين ناديين، لكن لان نادي الشرقيه تحديدا له تاريخ كبير وله جمهور يستحق يشوف ناديه في المكان اللي يليق بيه. الأندية الشعبية في مصر مش مجرد فرق بتلعب كرة قدم، ده جزء من هوية المحافظات وذاكرة الناس. ورا كل نادي من دول جمهور عاش معاه سنين طويلة وفرح بانتصاراته واتوجع من انكساراته، ولسه عنده أمل يشوف ناديه يرجع من أول وجديد. وعشان كده أتمنى إن تجربة إنبي والشرقية تكون نموذج يتكرر مع أندية عريقة زي المنصورة وأسوان والمنيا والترسانة وغيرها من الأندية اللي كان ليها تاريخ وحضور في القرى المصرية. احنا مش محتاجين نمسح هوية الأندية الشعبية أو نبدأ من الصفر، بالعكس محتاجين نستفيد من إمكانيات الأندية الكبيرة وخبراتها، ونقدم دعم حقيقي للأندية اللي عندها تاريخ وجمهور ومواهب علشان نقدر نرجع ننافس ونستعيد المكانة دي. خلوا الجماهير ترجع للمدرجات، خلوا الأندية الشعبية ترجع تنافس، خلوا المواهب تلاقي فرصتها، وخلوا لكل مدينة نادي تحب وتفتخر بيه. لأن كرة القدم المصرية يا جماعة مش هتتطور بعدد قليل من الأندية القوية بس، لكنها هتتطور لما يكون عندنا منافسة حقيقية في كل المحافظات، وملاعب مليانة ومواهب بتاخد فرصتها، وجماهير عندها سبب ترجع تحلم من أول وجديد. وعشان كده أتمنى إن اللي حصل مع نادي الشرقية يكون بداية لفكرة أكبر، نشوف من خلالها أندية شعبية كتير بتستعيد قوتها، مش بالشعارات والكلام لكن بالشراكة والاستثمار والتخطيط والعمل الحقيقي. ببقى حزين جدا لما يكون في ماتش بين ناديين، الدوري اللي فات ده كان دوري شركات ودوري استثماري، ما كانش فيه أي وجود للجماهير غير لبعض الأندية، وهبوط نادي الإسماعيلي برضه هيأثر كتير في الدوري الممتاز. كل التوفيق لنادي الشرقية وجمهوره، وكل التحية لنادي إنبي على الخطوة دي. يمكن تكون الشراكة بين نادي إنبي والشرقية خطوة واحدة، لكن لو نجحت واتكررت ممكن تكون بداية تغيير حقيقي في شكل الكرة المصرية. ومن النهاردة أنا راجل أهلاوي إنباوي. كل الدعم والتوفيق لنادي الشرقية العظيم، ربنا يا رب يصلح الحال ويوفق الكرة المصرية ونشوف دوري جماهيري، لأن الكرة في الأول وفي الآخر للجماهير. شكرا لكم. السلام عليكم.